مهران واحد المواطن ايراني طالب اللجوء في بزاف ديال الدول الاوروبيه، وبلجيكا هي الدوله الوحيده اللي سمحت ليه بحق اللجوء، ولكن مهران كانت عينو في الجنسيه البريطانيه وماشي ديال بلجيكا، وداكشي علاش قرر انه يسافر لبريطانيا على طريق باريس، وتماك فين توضروا ليه الاوراق وما عنده حتى شي ورقه كتثبت بانه لاجئ سياسي. ومني وصل لمطار بريطانيا ما لقاو عنده حتى شي ورقه كتثبت بانه لاجئ، وهما يردوه لفرنسا، وفرنسا بدورها ما قدرتوش تدخلوا للبلاد بحكم انه ما عنده حتى شي ورقه كتثبت بانه لاجئ سياسي. وهنا مهران بقى واحد في المطار شغلو دولو. هادشي كان سنه 1988. القصه ديال مهران انتشرت في العالم كامل، وبزاف ديال الصحف هضروا عليه، وبزاف ديال المنتجين تانسبيراو من القصه ديالو وخرجوا افلام عليه. ومن بين هاد الافلام هادو ديتيرمينال اللي مثل فيه دور البطوله توم هانكس. 2006 بعد ما قضى مهران 18 عام وهو عايش في المطار والحاله الصحيه ديالو تدهورات، دخل لفرنسا بعد ما قبلت اللجوء ديالو. وسبحانك يا جلي من بعد ما قضى 18 عام في فرنسا خارج عن المطار، في الشهور الاخيره ديالو غادي عاوتاني يرجع للمطار مره اخرى، وهاد المره عنده رحله اللي طويله اللي هي رحله الموت. نوفمبر 2022 مهران مات في نفس البلاصه اللي دوز فيها 18 عام، وكانه بغى يقول لنا في الرساله ديالو ان هاد البلاصه هادي هي اللي استضفتني اطول مده من حياتي وهي اللي غادي نموت فيها.